بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. معلش بقى انا بتاخر عليكم في الفيديوهات الايام دي علشان في بس بقى ضغط كده المدارس والدروس مع رمضان مع حاجات اللي احنا بننزل نشتريها للعيد، ففي ضغطة شوية. معلش بقى اللي انا بتاخر عليكم الايام دي. اول حاجه كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل اكله كده بنحبها كلنا وما بتاخدش اي وقت في المطبخ وسهله جدا وبنعملها كلها واحنا واقفين، ما بتاخدش معانا نص ساعه بالسوا بتاعها بكل حاجه. هنا اول حاجه كده جبت بصلايه، حطيتها على النار وحطيت عليها معلقه سمنه كبيره كده وسبتها تتشوح. وهنا عندي المية حطيت عليها معلقة ملح كبيرة، معلقة ملح مليانة كده، ونسيب المية دي تغلي. وفي الحلة التانية زي ما قلت لكم فيها في بصلاية كبيرة كده حلوة، سايبينها تاخد لون كده بسيط. حطيت هنا بقى المكرونة القلم تتسلق وتاخد السوا بتاعها المظبوط. المكرونة دي بتاخد في المية المغلية بالظبط 7 دقايق. 7 دقايق في المية المغلية وبتبقى زي الفل وبتبقى استوت وبتبقى زي الفل. هنا للبصلة بقى، رجعنا للبصلة تاني. البصلة هنا ابتدت ان هي تاخد لون كده، بس هي كانت متقطعة قطع كبيرة، فكنت بقطعها كده، اللي بلاقيه كبير بقطعه بالمعلقة كده وانا واقفة. زي ما انتوا شايفين كده البصلة هي بدأت تاخد لون كده خفيف. انا كنت مقطعه بانيه، صدر بانيه كده مقطعاه شاورما، مقطعاه اللي هو القطع الرفيعه. يا دوبك كده بس البصله خدت اللون انزل بالشاورما، انزل بقطع البانيه دي شاورما دي، انزل بيها. اقلبها تقلبتين هنلاقي لونها اتغير. اول ما نلاقي لونها اتغير كده وابيض ننزل ببقيه المكونات بتاعتنا. احنا النهارده هنعمل مكرونه بشاميل سريعة وسهلة، وكمان مش هعملها بالدقيق، انا هعملها بالخلطة اللي هي الجاهزة. انا اول مرة اجرب الخلطة الجاهزة بس ولادي بيحبوها. هنا اهو حطيت بقى شوية ملح، حطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود على على البانيه. وحطيت كمان البهارات ال7 بهارات. ماشي نقلب كده حلو. وبعد كده بقى هننزل بالخضار بتاعنا، دي ال7 بهارات. هننزل بقى بالخضار. بصوا هو الكمية قليلة ازاي، لما ننزل بقى بالخضار بتاعنا هتبقى الكمية مظبوطة. انا ولادي مش بيحبوا الفلفل ومش بيحبوا الجزر ومش بيحبوا الحاجات دي، بس انا بدخلها لهم في وسط الاكل اللي هو اللي هم بيحبوه مش بتبان، وكمان بياكلوها. يعني انا عندي ولادي مش بيحبوا الخضار خالص، يعني مش بيحبوا الكوسة، مش بيحبوا الجزر، مش بيحبوا اي حاجة من الحاجات دي. فانا بدخلها لهم في وسط الاكل اللي هم بيحبوه، يعني بيحبوا البشاميل، بحطها لهم في وسط الخلطة بتاعة البشاميل، وكمان بتزود القيمة الغذائية وبتزود الكمية. هنا بقى اهو حطيت كده الخضار، حطيت جزر وحطيت فلفل وحطيت نص كوباية مية علشان تستوي فيها بس، ونسيبها بقى 5 دقايق كده ولا حاجة تستوي. هنا المكرونة كانت خدت ال7 دقايق بتوعها، كانت خلاص دخلت في السوا. هصفيها اهو، هنا صفيتها اهو، صفيتها وخليتها في الحلة زي ما هي. هنعمل دلوقتي البشاميل، دي كانت استوت خلاص. هنعمل دلوقتي البشاميل. البشاميل انا بحط كيلو اللبن، عليه عليه كيس الكيس الجاهز ده، الكيس خلطة البشاميل الجاهزة. بس انا اول مره الصراحه استعمل البشاميل الجاهز دوت. بس عيالي يعني عمار شبطان فيه وعمال يا ماما والنبي اعملي لي بالبشاميل دوت، فقلت هجربه له واعمل له بيه. بس هو الصراحه طلع جميل قوي، يعني انا كنت مفكراه ان هو هيطلع مش قد كده، بس طلع جميل قوي.
انا بحط مع اللبن ده كده الميه بتاعه سلق المكرونه. حطيت كده كبشتين 3 من ميه سلق المكرونه، ولو لقينا محتاجين تاني هنحط حبه كمان. دي خلطه البشاميل، هنفضيها بقى على اللبن. بصوا هي ما فيهاش اي تعب ولا اي حاجه. الناس اللي ما بتعرفش تسوي الدقيق تقلب الدقيق، انا بعملها بالدقيق عادي على فكره خالص. الناس اللي مش بتعرف تسوي الدقيق تجيب الخلطه دي، سهله وسريعه، وعلى فكره هي مش غاليه. مش غاليه. ده الكيس ده كان بحوالي مش عارفه 12 جنيه بيتهيألي او ب 11 جنيه. يعني مش غالي خالص. انا كنت جايباه من هايبر وانا بشتري المشتريات بتاعت رمضان. حطينا كده الكيس البشاميل، ونقلب بقى ايه، نخلي ايدينا فيها، ونحط معلقة سمنة، ايه، معلقة سمنة كبيرة كده كمان. موفر معاكي في السمنة، لان لما بتيجي تعملي الدقيق تقلبيه في السمنة فبياخد معاكي سمنة كمية حلوة يعني هتحطي مثلا 3 معالق سمنة وتحطي عليهم 3 معالق دقيق، او 4 معالق سمنة و3 معالق دقيق. لكن دي بتاخد معلقة سمنة كبيرة كده وبتطلع بنفس النتيجة. حطيت هنا شوية فلفل أسمر، فلفل أسود، وشوية ودي بتاعت بلحية جوزة الطيب. يعني حتة بلحة جوزة الطيب، اللي حابب يحطها يحطها، اللي مش حابب يحطها مفيش مشكلة خالص. بس هي يعني بتعزز الطعم كده. قلبنا كده وخليناها بقى نفضل نقلب فيها لحد ما يبقى ايه، كريمي، كريمي خالص كده. لقيناه تقيل محتاج شوية سوائل تاني، لو عندك شوية لبن حطيهم، لو ما عندكيش حطي من المية بتاعة المكرونة، مية سلق المكرونة. دي برضو بتديها طعم جميل جدا. بصوا هنا الصوص اهو ابتدى ايه، يتقل. هزوده برضو شوية ايه، كبشة مكرونة كده، كبشة مية مكرونة، مية السلق بتاعة المكرونة. هزوده كبشة كده علشان هحس ان هو ايه، تقل زيادة شوية. فهزوده ايه، كبشة مية اهي. انا الكبشة دي بتاعتي دي صغننة خالص على فكرة، مش بتاخد كمية ولا حاجة، الكبشة صغننة خالص. هنقلب بقى شوية كده حلوين لحد لما ايه، احس ان هو القوام اللي انا عايزاه. احنا بنخليه القوام بتاعه ولا تقيل ولا خفيف. بص اما تيجي تعمليه كده على المعلقة تلاقيه ايه، عامل يعني تقيل على المعلقة كده. بصوا ما شاء الله. ولونه كمان لونه ابيض وجميل ازاي، لونه تحفة. وكمان بيخلي المكرونة كده كريمي كده، والمكرونة حلوة قوي. انا هزود لها معلقة قشطة. انتي حابة برضو عندك قشطة وسط اللبن حطيها، ما عندكيش عادي. عندك جبنة موتزاريلا حطي، عندك جبنة مثلثات حطي. اي حاجة من الحاجات دي بتعزز الطعم وبتخلي طعم البشاميل يروح في حتة تانية خالص. انا حطيت حتة قشطة كده، معلقة قشطة كبيرة. بس ما كانش عندي جبنة اللي هي المثلثات، انا بحب احط الجبنة المثلثات فيها، بس ما كانش عندي جبنة مثلثات. فبرضو مش هوقف الاكلة عادي هعملها. انتي ما عندكيش اي حاجة عادي برضو مشيها كده. لكن لو عندك بتعزز الطعم حلو، اي جبنة كريمي، اي جبنة مثلثات، جبنة موتزاريلا. انا كان عندي حبة جبنة موتزاريلا قلت هحطهم للوش، هحطها على وش الصينية. هنا بقى خلاص كده كان بدأ اللي هو ايه، يستوي خلاص. مش هنحتاج له اي حاجة تاني. جبنا بقى المكرونة وحطينا عليها ايه، شوية صوص من ده، ونقلبها فيها. وهنحط كمان الخلطة اللي احنا عاملينها اللي هي الايه، الصدر بالخضار اللي احنا عاملينه. نحط كده
ونقلب كله في قلب بعضه كده، بجد بيبقى طعمها في منتهى الجمال. علشان خاطر الخلطة دي بتدخل في قلب المكرونة كلها، والبشاميل اللي بيدخل في قلب المكرونة كلها، فتلاقيها ان هي كل المكرونايه واخدة من طعم الخلطة دي، اللي هي من طعم البانيه بالخضار. تلاقي كل الخلطة واخدة من كل المكرونة قصدي واخدة من الخلطة دي، بتبقى في منتهى الجمال. جبت الصينية بتاعتي ودهنتها كده معلقة سمنة او معلقة زبدة او حبة زيت زي ما انت عايزة، واحط شوية بشاميل من تحت، شوية بشاميل كده في قعر الصينية. وبعد كده ندلق بقى المكرونة كلها، مش هنحط رق ورق طبعا، احنا حاطين كل الحاجة عليها. هندلق المكرونة كلها في الصينية، وبعد كده هننزل بالبشاميل على الوش. مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده، وهتاكلي بألف هنا وشفا. وحاجة كده فطار سريع، لو بعد رمضان غدا سريع، عشا سريع. بصوا ما شاء الله، في منتهى الجمال وطعم مفيش احلى من كده، والسهولة يعني مش هتلاقي حاجة اسهل من كده. سريعة جدا وما بتاخدش معاكي وقت ومش مكلفة، وما فيهاش اي تعقيدات خالص. هنا فضينا بقى باقي البشاميل كله اهو، وهنحط بقى على الوش اي جبن عندك. ما عندكيش جبنة حطي معلقة قشطة. انا الصراحة بحبها بالجبنة. انا عندي ميكس جبن وعندي جبنة موتزاريلا، فهحط بقى شوية من دول وشوية من دول كده، بتخلي بقى لونها يبقى حلو على الوش وليها طعم كمان جميل كده. ده كان عندي ميكس جبن، حطيت ايه يعني شوية حلوين كده، بس كان لسه طالع من الفريزر. وعندي كمان جبنة موتزاريلا، هحط برضو ايه حبة جبنة موتزاريلا على الوش. بس كده. ودي بقى الوصفة السريعة اللي ما بتاخدش معايا وقت ومنجزة، وقبل الفطار بما فيش نص ساعة بتقومي تعمليها، تاخدش معاكي وقت خالص. وبتاكلي بقى انت وعيالك أكلة جميلة، وعيالي بيحبوا الأكل ده قوي بصراحة. هنا بقى حطيت اهو الجبنة على الوش كلها، غرقت الوش كله و... وخلاص. وهندخلها بقى ايه الفرن. بصوا بقى هتدخل الفرن. بصوا ما شاء الله لونها بقى عامل ازاي. بصوا لونها في منتهى الجمال، ومش تخينة يعني مش سميكة. قطعة المكرونة مش سميكة، حلوة جدا. وقطعت جنبها طماطماية، وكنت عاملة جنبها بانيه اللي هو الجاهز. ولادي بيحبوه. بس كده، وده كان الفطار بتاعنا. فطار سهل وفطار سريع ومش مكلف ومش متعب، ومنجز معايا بسرعة بسرعة. وقولولي بقى انتوا بتعملوا البشاميل ازاي، وما تنسونيش باللايك وبالاشتراك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.